بعد وفاة جوزي فضلت قاعدة في بيت العيلة زي ما أنا، بس حماتي بدل ما تتعظ من موت ابنها أصبحت تتجبر عليا وتعاملني أسوأ معاملة، كأني سبب في موت ابنها. كانت بتخليني أخدم البيت كله وبناتها وسلايفي، ولو تعبت أو اعترضت تهددني إنها هتاخد ورث ولادي توزعه على ولادها التانيين. غصب عني كنت برضخ لطلباتها وفاكرة أني بحافظ على ورث ولادي. تحولت من زوجة ابن لخدامة لكل اللي في البيت. كان الجدول بيبدأ من قبل الفجر: تنظيف شقق سلايفي، غسيل سجاد بناتها اللي بيجوا يتفسحوا ويستجموا على قفايا، وطبيخ بيت العيلة الكبير اللي ما بيخلصش. في يوم كنت واقفة على السلم بمسحه وظهري بيصرخ من الوجع. قلت لها بصوت منكسر: يا ماما ارحميني، أنا لسه مخلصة غسيل هدوم سلايفي ومحتاجة أرتاح عشان أقدر أقعد مع ولادي اليتامى شوية. بصت لي بنظرة تخوف وضحكت ضحكة صفرة وقالت: ترتاحي؟ والورث اللي ولادك قاعدين عليه ده مش محتاج تمن؟ اسمعي يا ليلى، الكلمة هنا كلمتي، والأرض والفلوس تحت إيدي. لو فكرتي بس تشتكي أو ترفضي طلب، هخلي ولادك يخرجوا من هنا بهدومهم اللي عليهم، هوزع منايبهم في ورث أبوهم على ولادي التانيين، وانتي عارفة إن كلمة الأم هي اللي بتمشي ومحدش هيقدر يفتح بقه. كنت برضخ وأنا قلبي بيتعصر، بمسح الأرض بدموعي وبقول لنفسي كله عشان خاطر ولادي. لكن الجبروت وصل لمرحلة بشعة. بناتها كانوا يقعدوا يتمنظروا قدامي بذهبهم وفلوسهم ويطلبوا مني أغسل لهم رجليهم بتعب وذل، ولو اتأخرت حماتي تمنع عني وعن ولادي اللحمة والفاكهة وتقول اللي ما يخدمش البيت ما ياكلش من خيره، واليتامى ليهم اللقمة الناشفة لحد ما يكبروا. أصعب لحظة لما شفت ابني الصغير بيعيط عشان عايز لعبة زي ولاد خاله، وحماتي خطفتها من إيده وادتها لابن بنتها وقالت: دي للأسياد يا حبيبي، انت هنا عايش بجميلة جدتك، ولما تكبر هتبقى خادم لولاد عمتك عشان تسدد تمن اللقمة اللي بتاكلها في ورث مش بتاعك. ساعتها عرفت إن السكوت مش بيحافظ على الورث، السكوت بيضيع الكرامة ويطلع ولادي مكسورين. لو عايزين تعرفوا ليلى عملت إيه عشان تحمي ورث ولادها من غير ما تذل نفسها، وإيه المفاجأة اللي كانت متشالة في وصية جوزها، اكتبوا تم وما ننساش نذكر